حاكمة. الدكتور بيلا يحط الوثيقة الحاكمة، قالوا جورج إسحاق ومنى مكرم عبيد وتهاني الجبالي وبسبب غزال الحرب الله. يعني الخمسة ستة دول يحطوا الوثيقة الحاكمة للشعب. الشعب يحط الدستور، لما يجي يحط الدستور يجي يتفق على حاجة يقول له انت يا شعب بالكامل ما تقدرش تتفق علشان منى مكرم عبيد وبسبب غزال الحرب وجورج إسحاق والناس دول قالوا ممنوع عليهم. ومين يقبل على قرارته لخمسة ستة يبقوا حاكمين على عقيدتنا وعلى الكلام. أكثر من كده انتخابات مجلس الشعب جاية بعد شهرين. في حد لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها شهرين اثنين المفروض الناس كانت تبقى بتتحرك في الدوائر والحرب يقبض وتروح لرؤساء العائلات وتزور الناس. في حد لغاية دلوقتي عارف الدايرة بتاعته فين؟ الدوائر لسه مش معروفة. ولغاية امبارح لحد القانون بتاع امبارح ما يعرفوش مين اللي اتقيم ومين اللي فاضي، ولغاية النهارده برضه ما يعرفوش القيم كام واحد ولا فين ولا الله. بقالهم 6 شهور بيعملوا ايه سايبين وراء ده؟ لانه مطلوب في الاخر يبرجلوا الناس. عشان كده انا رايي وحش جدا في المجلس العسكري، رايي سيء جدا فيه عشان اجيب لكم المكان. انا لا ارى المجلس العسكري فضل. ده راجل سكرتير للشعب ينفذ ارادته، مش يعمل بيسوق علشان يتجنب الامور. عشان كده يا اخواني حتى فيما يتصل بالانتخابات الرئاسيه الجمهوريه، ايه اللي خلاني خدت هذا القرار بمنتهى القوه؟ انهم عايزين مره ثانيه نفس النوع اللي بيمسك العصايه من الوسط، هو اللي هي يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم. كلما وصلوا الى الفتنه يركزوا فيه ملبسين لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. ويقعد يغرينا بشويه حاجات يقول لك العلاقات الدوليه برضه والمؤسسات القديمه والجديده. احنا في يوم من الايام كان رئيس البرلمان الدولي مصري، سكرتير عام الامم المتحده مصري، امين عام جامعه الدول العربيه مصري، مسؤول اليونسكو مصري، مسؤول هيئه الطاقه الذريه مصري. ومع ذلك 5 مصريين على قمه 5 هيئات دوليه عظمى بكل العلاقات الدوليه عملت ايه مصر الا انها حطتها تحت الاحداث. وفي التوقيت ده ما كانش فيه بقى ولا اسرائيلي في اي منصب دولي، لكن اسرائيل متمكنه. الفكره مش بالعلاقات الدوليه، الفكره بقدرتي على ان افرض